شايف الجمبريتين دول اتحولوا للطبق التحفه ده. بصوا الجمال، بص بقى الصوت، اسمع الصوت، بص بقى الجمال. شايف حتت الجمبري؟ كان عندك عزومه بقى سمك وجمبري واتبقوا الجمبريتين دول، هتعمل بيهم ايه؟ هترميهم؟ لا، انا بقى هقول لك ازاي تستغلهم. هتجيبهم، هتقشرهم وهتقطعهم حتت صغيره اهم. طاسه على نار عاليه، شويه زيت، بصلايه صغيره متقطعه رفيع على نار عاليه. اوعى توطي النار واوعى توقف تقليب. اول ما البصلايه تبتدي تدبل قبل ما لونها يتغير، تنزل بالجزر المبشور، تقريبا نص جزرايه مبشوره. يا دوبك الجزر خد تشويحه، ننزل بالكرنب الافرنجي المبشور او بيقولوا عليه كرنب سلطه اللي هو بتاع الكول سلو. خلاص بقى الكرنب خد تشويحه، قرب النهايه ننزل بفص توم متقطع، ننزل بالجمبري. لو عندنا جنزبيل فريش ننزل بشويه قد التوم كده مع التوم، ما عندناش هنحط جنزبيل باودر. ودلوقتي بقى هنحط شويه صويا صوص. خلي بالك لو الصويا صوص بتاعتك مملحه ما تحطش ملح. شويه صغيرين سكر، شويه جنزبيل باودر، شويه فلفل اسود، بس كده واديله. دلوقتي يا جماعه هو خلص اهو تمام. مش بندبله قوي عشان بنبقى عايزين فيه شويه قرمشه. هنسيبه بس اهم حاجه يبرد خالص، وبعد كده هوريكم بقى ازاي نلف السبرينج رول. هنجيب الورقه بتاعت السبرينج رولز دي، بتتجاب عادي من اي سوبر ماركت. هنحطها كده، خليها بصلنا كده، ونجيب بقى كميه الخضار اللي احنا عايزينها نحطها كده ونفردها بس بايدينا بالمنظر ده كده. وبعد كده بنجيب من ورا نحطها كده، وبعدين نلم الجنب اليمين بس تتاكد انه اتقفل معانا، وزيه الجنب الشمال كده، وبعد كده نلفها. هنيجي عند اخر حته دي، كوبايه ميه مدوبين فيها معلقه دقيق وبس، ايه نبل الحته الاخيره دي كده عشان ايه تقفل معانا بالمنظر ده بس كده. وبعد كده بنقليهم، ما بتاخدش دقيقتين في الزيت، بنزله في زيت سخن تمام، ما بياخدش دقيقتين يا دوب بس تاخد لون، لان الحشو كله جوه مستوي. وارجع لكم تاني. احلى سبرينج رولز جمبري. بص بقى الصوت، اسمع الصوت، بص بقى الجمال. شايف حتت الجمبري؟ تحفه. ممكن بقى تقدم معاه اي صوص، ممكن مثلا سويت شيلي، ممكن سيراتشا. تعالى بقى ندوقها بالصوص كده. جربوها بالسيراتشا يا جماعه، تحفه. اهو السيراتشا للي ما يعرفش. شوفوا كل ده بجمبريتين بس، عشان تعرفوا يا جماعه انك انت عشان تتبسط بالاكل، صدقني مش محتاج فلوس كتير. انك تتبسط بالاكل ده قرارك انت. ممكن بحاجه بسيطه قوي تعملها بحب وتعملها من قلبك، تطلع حاجه تحفه من غير تكلفه ومن غير اي حاجه. هو قرارك انت. صباح الفل عليكم.